وحشتوني جدا. قلت كده اصور معاكم روتين الليلي بتاع ترويق شقتي، عشان خاطر الصبح كده الواحد يصحى يلاقي الدنيا نظيفه ومتروقه ومتهندمه، عشان خاطر الباشا الصغنن يصحى كده يلاقي الدنيا متروقه ايه فيفركشها تاني ويكركبها تاني، فنعيد الكهرباء بقى من جديد. فاهمين انتوا؟ ما تنسوش بقى يا جماعه ان انتوا تصلوا على النبي وتعملوا لي لايك حلو كده زيكم، وتشجعوني ان انا ارجع اصور فيديوز تاني، عشان خاطر انا ببقى يا اما تعبانه يا اما مكسله يا اما ببقى خلاص يعني عايزه بقى ان انا انام كده واريح شويه. فشجعوني يا جماعه كده بلايك وكومنت حلو زيكم. هنا كده ابتديت ان انا انضف كده الاحرف بتاعه الالمونتال. عايزه اقول لكم الحتت دي يعني اكتر اماكن انا بركز فيها جدا في التنظيف. هنا كده كنت خلاص بصلي العشاء، وهنا الباشا قاعد لي اهو الصغنن، ربنا يا رب يحفظه هو كل الاطفال ويرزق يا رب ان شاء الله كل مشتاق بذريه صالحه يا رب. هنا بصوا ابتديت كده ان انا اشوف المخدات الصغننه اللي هي الكوشنز ديت، لو في حاجه فيهم محتاج ان هي تتغسل بقيت احط في الغساله على طول. عايزه اقول لكم الغساله كانت شغاله ولازم ان انا اروق واكنس، عايزه اعمل كل حاجه قبل ما انام، لان بجد اليوم ده كان عندي الشقه فيه متبهدله جدا جدا. طبعا انتوا عارفين الاطفال بقى ايديهم بتطبع على الحاجه، فانت لازم كل شويه تنضفي، سواء تراب او التلزيق بقى بتاع الشوكولاته والحلويات والحاجات ديت. هنا ابتديت برضو ان انا اعمل الالمونتال بتاع الصاله اللي بره. بحب قوي بجد يا جماعه ان انا اهتم بالحاجات اللي هي الحروف ديت. شايفين انتوا الحديد اللي قدامكم ده هنضفه برضو دلوقتي، ما بعرفش ان انا اسيبه كده رغم ان انا مش ببقى شايفاه، يعني على طول ببقى قافله الشباك، بس برضو بحب ان انا انضفه. دخلت بقى كده في النون الصغنن القمر ده، قلت ايه اخد كده ايديه ورجليه اشوف ضوافره اللي بتبهدل لي وشي انا وبابا على طول ديت. بحب ان انا كل شويه اقص له ضوافره عشان خاطر برضو ما يعورش نفسه، يعني ساعات بلاقيه بيصحى من النوم بيبقى معور نفسه مخربش نفسه، فلازم ان انا اقص له ضوافره اول باول ايده ورجليه. الروتين ده طبعا ده عند اي ام ما تستصعبيش موضوع قص الضوافر. حاولي انت تشغلي له كده حاجه بيحبها، حاجه تعليميه، بلاش الحاجات اللي هي الصداع ديت، حاجه تعليميه تشده في ان هو ايه يقعد كده معاكي ويركز عشان خاطر تخلصي له الروتين الحلو بتاعه. هنا هيما بيقول لكم اعملوا له لمامي لايك عايزه اقول لكم ما شاء الله حته سكر، ربنا يحفظه يا رب. هنا ابتديت بقى ان انا اخش في الاوض كده، سبته كده مع الالعاب بتاعته بره، وقلت اخش على الاوض كده انضفها برده. هي كانت متروقه اوضه النوم، بس عايزه اقول لكم برده من اللعب بتاع هيما برده كان لازم ان انا اديها برده تلميعه وتنفيذه كده على طول. وخلي يا جماعه بجد على طول القران شغال في الاوض في الريسبشن. اي تلفزيون عندك لازم بجد تشغليه قران كتير عشان خاطر ربنا يحفظكم كده، وخصوصا سوره البقره انا بعشقها جدا جدا، وشبه ان انا الحمد لله حفظتها يعني الحمد لله. دخلت بقى كده على التلميع، عايزه اخلص على طول، عايزه انام بقى، اللي هو انا نفسي انام، عايزه انام بجد والدنيا نظيفه، عشان تاني يوم كده الواحد يصحى يشوف بقى هيعمل ايه. محتاجين ان احنا نشتغل بقى يا جماعه شويه على نفسنا. قولوا لي بقى يا جماعه صيفتوا فين السنه دي؟ انا الحمد لله طلعت المصيف وجيت ونزلت لكم كمان ستوريز وخلصت انا مهمه المصيف، فقلت بقى ايه نشوف بقى كده الشقه شويه. هنا كده بغير الملايه بقى بالمخدات والكلام ده كله. قولوا لي يا جماعه لو القطن اللي هو يعني المخدات، اما انا دلوقتي شلت الاكياس، القطن نفسه لو مصفر شويه اعمل له ايه؟ هل اغسله ولا اعمل ايه؟ وبصراحه انا بفكر ان انا انجد، مع اني لسه متجوزه بقاليش سنتين، بس حاسه ان انا عايزه انجد تاني. بحب اللي هو يبقى اللون الابيض ناصع ناصع يعني. دخلت على اوضه هيما بقى، بصوا بقت اوضه الكراكيب بالنسبه لي اصلا، بس الحمد لله شفتوا اترقت بسرعه جدا. ندخل بقى كده على المطبخ. هنا كنت بعمل صابون المعين يا جماعه اللي جبته معاكم قبل كده، حلو جدا جدا، هسيب لكم لينك البنوته لو حد عايز يشتري الصابون ده. هاتيه احسن ما تروحي تشتري بقى سايب، او تشتري اللي هو العبوه الكبيره على بعضها. بحس ان ده اوفر، غير ان انتي يعني عارفه بتبقي متحكمه عايزه يبقى عندك كام كيلو. يعني الكيس ده معاكي ل10 كيلو، بس انا بحب ان انا اعمله 8 او 9 كيلو، بحيث القوام بتاعه يبقى تقيل، وانت برضو مع ذلك هتخففيه برضو بالميه تاني. في يا جماعه سؤال تاني معلش، قولوا لي امتى بتنيموا البيبي لوحده من سن كام؟ لان انا محتاره جدا جدا هيما انيمه في الاوضه بتاعته لوحده من سن كام. بس عايزه اقول لكم برضو اللي مأيدني فيه ان السرير بتاعه عالي، فخايفه حبيبي وهو نايم يقع. بس بعيدا عن كده برضو قولوا لي مثلا من سن كام يبتدي ينام لوحده. وسؤال تاني معلش، قولوا لي برضو هيما ابتدي اوديه الحضانه امتى؟ وقولوا لي ايه الفرق بين بري كيجي تقريبا والحضانه العاديه. انا ما اعرفش لا افقه بجد اي شيء يا جماعه عن المعلومات بتاعه الحضانه والدراسه ديت بتاعه الاطفال الصغيره. يعني انا فاكره ان احنا المدرسه من سن 5 سنين او 6 صح؟ انا بقى ما اعرفش ما قبل ذلك ايه اللي بيحصل، يعني يا ريت تفيدوني بجد، عشان هو دلوقتي ما شاء الله داخل على سنه ونص، فانا ما اعرفش في السن ده بيحصل معاه ايه. يعني عايزه احس ان انا
خلاص بقى عايزه اخش في مرحله الدراسه قوي بجد، حاسه ان انا عايزه اذاكر معاه بقى واشوف عمل ايه في الحضانه والكلام ده كله. ففيدوني بجد يا جماعه النبي في الكومنتات. هنا كده قلت اعمل كيكه كده، صينيه كيكه نتعشى بيها ونفطر بيها الصبح، عملتها على طول كده برضو وانا واقفه معاكم. هنا كان تقريبا مقادير 5 بيضات ولا 4 مش فاكره، بس كانت حلوه بصراحه. هنا المقادير كانت حلوه جدا جدا، قلت اصورها لكم كده على طول بالتصوير الحلو ده. وبس كده انا خلصت يومي، وبجد كنت فرهدت. بعد كده يا جماعه خدت بقى حته كيك كده بكوبايه نسكافيه، ودخلت كده انام وخلاص انا خلصت يومي. متنسوش بقى تصلوا على النبي، بحبكم.